النهارده معانا الوصفة بتاعت الدمار الشامل. الوصفة اللي هنعملها النهارده دي يا جماعة للناس اللي عايزة طاقة جامدة جدا، الناس اللي عايزة حيوية، الناس اللي عايزة تخلي جسمها دايما جاهز لأي ظرف طارئ. الوصفة دي بتفيد في ايه؟ أول حاجة بتقوي وبتزود وبتركز وبتخلي عندك تركيز، بتفيد في السكر في القلب. كل الحاجات دي ليه الكلام ده؟ وجبة كاملة. لو انت عايز تخس الوجبة دي لو انت كلتها ممكن ما تتغداش، ممكن الكوباية دي لوحدها تكفيك وانت ما تتغداش. تعالوا نشوف تفاصيل الموضوع والتركيبة دي عبارة عن ايه بالظبط. قبل اي كلام هندخل نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام زي ما احنا متعودين مع بعض في التعليقات. هنعمل شير ولايك وكومنت عشان الفيديو يوصل لكل الناس اللي احنا بنحبهم وعايزينهم يستفيدوا. الوصفة عبارة عن ايه يا جماعة؟ احنا بنجيب كوباية زبادي، طبعا الزبادي انا فضيتها في كوباية علشان نعرف نحط عليها الخلط. تمام؟ واحدة زبادي، يعني مفيش عليها اي حاجة. انت هتجيب زبادي اي شركة، هتجيب زبادي بلدي اللي هي العادية في المحلات، ماشي تمام. هنحط عليها معانا ايه بقى؟ معانا هنا كده بلح وشويه مكسرات. تمام، تعالوا نعرف التفاصيل اللي معانا دي ايه. بلح، معانا كاجو، معانا عين جمل. حلو، معانا العسل الجبلي اللي احنا بنعمل بيه التركيبات بتاعتنا. معانا زيت، ده اللي هو زيت الجرجير، ومعانا ده اللي هو زيت الحلبة، جرجير وحلبة مع بعض. الاعشاب بقى اللي معانا هنا في الجنسنج وطلع نخل، ومعانا حبوب اللقاح. تخيل بقى التركيبة دي كلها هنحطها على بعضها هتطلع ايه؟ قنبلة نووية. تعال ناخد البلح اهو. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. حطينا البلح، المكسرات، حاجات صغيرة كلها ايه، كميات صغيرة قوي. تمام، عايزين بقى نحط ايه؟ العسل. بص العسل بيبقى مقفول ازاي بقى، دي القفلة بقى بتاعته. طبعا بنجيب معلقة خشب، احنا بناخد معلقة واحدة عسل اهي، معلقة اهي زي ما هي. بص بقى العسل ده، العسل السدر الجبلي، عسل السدر الجبلي اللي هو الاصلي اللي انا قلت لكم عليه في فيديوهات قبل كده. بص المنظر، حاجة طبعا يعني ده اللي هو الاصلي الغالي، لكن كل واحد يجيب الحاجة اللي هو عايزها. طبعا المعلقة هنحطها كده زي ما هي علشان لسه ايه، محتاجين منها حاجات. طيب تعالوا بقى ناخد الزيت. الزيت بتاعنا يا جماعة اهو. هناخد ايه؟ هناخد حاجة صغيرة قوي، يعني احنا هناخد ايه، نص معلقة مثلا. حاجة صغيرة قوي اهي، دي عشان التركيبة بس ايه بتاعتنا. طبعا الريحة بتاعتها مميزة. زيت الجرجير اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده برضو حاجة ايه صغيرة قوي. ماشي، نص معلقة اهي. الجينسنج من الحاجات اللي احنا قلنا ان هي غالية جدا. احنا قلنا الكيلو بيوصل ل 5000 جنيه دلوقتي. تمام، فهناخد الجينسنج اهو، ده الشكل بتاعه، ده الجينسنج البودرة الاصلي الكوري. الجينسنج الاصلي الكوري الكيلو بيعمل 5000 جنيه. تمام، طبعا يعني المعلقه والحاجات اللي فيها دي ما تترميش، لان كل جرام بيبقى له سعر، كل جرام وله سعر.
تعالوا بقى نشوف. ده حبوب اللقاح اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. هناخد برضو ايه حبوب اللقاح اهي، بص منظرها دي كده حبوب اللقاح اهي، تمام. برضو ايه نص معلقه كده، حاجه صغيره قوي. طبعا الحاجات اللي لازقه في المعلقه زي ما بقول لكم بيبقى باقي حاجات، الحاجات دي كلها هنحطها في الكوبايه، ما تترماش ولا اي حاجه، لان كلها بفلوس وفلوس غاليه طبعا. طلع النخل، طلع النخل طبعا ده بيبقى عامل زي البودره. ده طلع النخل برضو من الحاجات الغاليه وقيمه جدا، وعملنا فيديو واتكلمنا عليه. طلع النخل اهو كده. احنا خلاص بقى نروحوا حاطين المعلقه كلها، لان احنا عايزين بقى نقلب المجموعه الحلوه دي كده مع بعضها. كل ده عايز يتقلب بقى مع بعض، تمام. ده كده الشكل النهائي بتاعنا. طبعا انا حطيت المعالق كده زي ما هي علشان لسه هنقعد نقلبها بقى واحده واحده، وبعد كده هنحطها في التلاجة. هتقعد لمدة ساعة، نسيبها ساعة او نص ساعة زي ما انت عايز عشان يتقلبوا. بس الاول قبل ما ادخلها التلاجة بقلبهم مع بعض جامد جدا. بعد ما بقلبهم اسيبهم هياخدوا كده ويدوا مع بعض ويتعرفوا على بعض. بعد كده تطلع بألف هنا وشفا. تاخد الوصفة دي ما تقولش لعدوك عليها. طبعا انا حطيت كذا حاجة، الناس هيقولوا في حاجات غالية احنا ما نقدرش نشتريها. الحاجات الغالية دي مش هنقدر ان احنا نجيبها، كل واحد حسب المقدرة بتاعته. ما اقدرش احط عسل جبلي، احط عسل عادي بس سكر لا. معيش ان انا اجيب الجينسنج عشان غالي، بلاش. احط الحاجة اللي اقدر اجيبها، احط الزيوت. الحاجة اللي معايا فلوس اجيبها احطها، معيش خلاص. طب انت بتقول الغالي ليه؟ بنقول الغالي لان الناس اللي بيتفرجوا معانا والمتابعين اللي معانا، في ناس عندهم امكانية ومقدرة ان هم يحطوا حاجات غالية، في ناس عندهم امكانية ومقدرة يحطوا حاجات رخيصة. احنا بنقول ده وبنقول ده، وكل واحد فيكم يختار الحاجة اللي تناسبه. طبعا الفوائد بتاعت اللي هو على العسل الجبلي اتكلمنا عليها، شفاء من كل الامراض اللي في الدنيا. الجينسنج مقوي ومغذي ومكمل. زيت الجرجير، زيت الحلبة، الحلبة بالفوائد الخطيرة اللي فيها، اللي بتنظم لك السكر وبتنظم لك الضغط وبتظبط كل حاجة معاك ومفيدة جدا. والناس لو عرفت قيمة الحلبة لكانوا دفعوا ثمنها ذهب، كانوا كلوها بالذهب. الحاجات اللي احنا بنقولها، الوصفة دي اسمها وصفة الدمار الشامل. الكوباية اللي انت هتاخدها مرة كل يوم او كل يومين او كل 3 ايام حسب المقدرة بتاعتك. مش لازم ان انا اخدها كل يوم، ممكن مرتين في الاسبوع، ممكن مرة في الاسبوع واجرب وصفة تانية. المهم ان انت هتبقى معاك طاقة حلوة جدا. الوجبة دي مش هتخليك ان انت تاكل الغدا. لو انت عايز تخس هتقدر ان انت تخس بالاكل اللي انت بتاكله اللي فيه قيمة غذائية عالية جدا. بدل ما نتغدى، الكوباية دي ممكن هي تغنيك عن الغدا، وبالتالي هيبقى عندك رشاقة كويسة، وفي نفس الوقت هتبقى حديد زي ما قلنا. محدش هيقدر ان هو يلوي دراعك. اشوفكم يا رب بكل خير. ما تنساش ان انت تدخل تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وتقول لنا اسم الوصفة اللي احنا عملناها دي، تقترح نسميها ايه الاسم اللي انت تحب نقوله. تنساش تعمل لي متابعة على قناة كلام له معنى على اليوتيوب، صفحة كلام له معنى على الفيسبوك. اشوفكم يا رب بكل خير. السلام عليكم.